السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ترند لاين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترند. من أيام قليلة حدث زلزال فظيع جدا في مصر، ولكن أنا مش جاي أتكلم على الزلزال، أنا هتكلم على بعض ردود الناس. بعض الناس قالوا في الكومنتات أو في البوستات بتاعتهم على الفيسبوك عشان يلموا تعليقات سخيفة. واحدة بتقول يا جماعة ده مش زلزال، ده أنا بس كنت ماشية بكعبي عالي في الشقة. والتانية تقول لك ايه يا جماعة الخوف الفظيع اللي انتوا عايشينه ده، مش لازم نأفورها قوي. وتلاقي اللي يقول لك هو انا كنت بتهز ولا ايه، لا انا كنت مش عارف. تصريحات كلها امر والله ما يطلعش من حد عنده ذرة واحدة من ايمان. ربنا قال في القرآن وما نرسل الآيات إلا تخويفا. الزلزال آية من آيات الله عز وجل. مش قول ان هو عقاب، ممكن يكون استنباه لينا، بينبهنا على حاجة ناخد بالنا منها. مش عقاب ان هو هلاك في ربنا اهلكها بالزلزال، في ربنا اهلكها بالرياح. ازاي احنا كمسلمين عارفين ان الزلزال والرياح ممكن تكون نقمة كبيرة جدا على المسلمين وعلى العالم كله؟ وشفنا ما حدث في تركيا، اقل من ده وقع بيوت. وخد بالك ان الزلزال ليه توابع، وخد بالك ان الزلزال حصل في اليونان مش في مصر. يعني الهزة اللي حصلت في مصر دي من التوابع من الهزة الارضية اللي حصلت في اليونان. اكتر من زلزال 92، خد بالك 6.1 و6 اكتر من زلزال 92 اللي كان يعتبر اقوى زلزال في مصر. نيجي احنا، انا والله صحيت من النوم عليه. ناس كتير بتنام نوم تقيل صحت عليه، واللي يقول لك يا جماعه هو الناس كلها حست بالزلزال ما عدنا. احمد ربك ان ربنا ما حلكش تحس الامر ده. ناس كتير كانت مستنيه تاخد عيالها وتجري من البيت، ناس فضلت قامت لبست وقعدت مستنيه اللي يحصل تاني. ده كله خوف ورعب. يبقى احنا لما تحصل ايه زي كده نقول الدعاء، ندعي ربنا ان ربنا ما يهلكناش، مش نفضل نهزر ونقعد نعمل كومنتات عشان خاطر يجيب شويه تعليقات. الزلزال ربنا قال في القرآن في آية إذا زلزلت الأرض زلزالها. تخيل الزلزال اللي 6 ما كملش 30-40 ثانية ده عمل فينا كده، ما بالك بقى الأرض كلها. وده هيحصل قبل يوم القيامة أو في يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض، يعني مش مصر ولا باكستان ولا تركيا ولا أي دولة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وفي آية تانية إذا رجت الأرض رجة. غضب الأرض بيبقى دايما نصيحة للناس اللي عليها. احنا كخلق من خلق الله عز وجل اللي هي الأرض، كفاية بقى معاصي عليها، كفاية بقى تكبر عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بصوا للأرض كده وطبيعتها، بصوا للأرض وجمالها. الأرض اللي احنا للأسف الشديد وأنا أولكم بنعصي ربنا عليها ليل نهار، وهي شايلانا على سطحها. وفي الآخر لما ربنا يبعت لنا آية من آياته بعض منا ياخدها بالاستخفاف. ما ينفعش. شفنا في تركيا الزلزال اللي حصل فيها، بعض الشيوخ كانوا بيصلوا وبيدوا دروس القرآن للأطفال، وأول ما حصل الزلزال سجدوا. قال لك لو الجامع وقع ولا انهد علينا نموت ساجدين. شفنا الشيخ اللي كان بيدي محاضرة في المسجد، ولما الزلزال حصل كمل ما وقفش. وشفنا برضه ممكن في مالها ليلي خد العيال وجري. ده حصل الساعة 2 إلا 5. في الوقت ده معظم الناس بتبقى نايمة. سبحان الله، كانت في ناس صاحية وبتعمل بث مباشر على التيك توك، واللي بيعمل مش عارف ايه الله اعلم بيه، واللي داخله بتهزر، واللي داخل بيهزر، واللي وفي الاخر بناخد ايات ربنا للاسف الشديد ببعض الاستخفاف. وخد بالك في آية بتكفر الامر ده، لما ربنا بيقول قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا اليوم قد كفرتم. تخيل استهزائك بأمر ربنا جعله في الكون بخف حتى لو انت مش قصدك، ولما حد ينصحك تكابر كفر. رياح شديدة جدا أهلكت قوم عاد. شوية هوا زيادة ممكن يهلكوا مدينة بأكملها. شفنا الرياح اللي شدت قوي على كاليفورنيا، حصل احتراق غابات، او في تل ابيب كان المشؤوم. شويه رياح
مع شويه نار عملوا ده كله. احنا لما يحصل فينا ده ندعي ونصلي ونقول يا رب ما تهلكناش بحاجه زي كده، مش نروح نهزر على الفيسبوك عشان ناخد شويه تعليقات وشويه لايكات. الامر خطر جدا، ونحمد ربنا ان مفيش اي خسائر. في غيرنا بيحصل اقل من ده، ولكن دعوات المظلومين ودعوات الاطفال والنساء والصالحين فينا هو كان سبب ان ربنا نجينا من ده. والله في بيوت متشققه، في بيوت آلية للانهيار، ولكن سبحان الله ربنا حفظها مع قوة الزلزال ده، عشان نعرف ان كل شيء في الكون بإيد ربنا. حفظ الله مصر وكل الدول العربية والإسلامية من هذا الدمار، ويا رب ما يكتبوا علينا تاني إلى أن نلقاه. واللهم أمتنا وأنت راض عنا، ولا تتوفنا إلا ونحن على طاعتك، وتجاوز عن سيئاتنا، ويا رب ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم ترند. كان معكم مازن يسري، في أمان الله.